حبايبي طلاب اولى ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشرح لكم اول درس في الوحده الثانيه اللي هو ملامح من تاريخ مصر الفرعونيه. الدرس ده مهم جدا لانه مش في كونه درس عادي، لا ده الدرس ده مرتبط بجميع اجزاء الوحده الثانيه وبجميع اجزاء المنهج، وده ان شاء الله كميه الربط اللي هتحصل فيه هحطها لك في فيديو، وان شاء الله اسيب لك الPDF بتاعه في المحاضره الجايه بامر الله، فخلي بالك وركز معايا. لان الدرس زي ما قلت لك مش مقتصر على ان هو درس كده وخلاص، لا ده مرتبط بدروس المنهج كله، فخلي بالك معايا وتعالى وصلي على النبي نشوف. بيقول لك هنتكلم عن تاريخ مصر الفرعونيه. اولا كده انا لازم اعرف هو تاريخ مصر الفرعونيه ده يا مستر ماله، يعني هعرف هو تاريخ مصر كان بيكون من ايه. يعني تعالى بقى نعرف سوا تاريخ مصر الفرعونيه مكون من ايه. بص يا شباب، تاريخ مصر القديم عموما بيقسم لحاجتين. تاريخ مصر القديم بيقسم لجزئين. الجزء الأول عندي حاجة اسمها العصر الفرعوني، وعندي عصر احتلال البطالمة والرومان. جميل قوي. يبقى تاريخ مصر القديم بينقسم لحاجتين. أول حاجة العصر الفرعوني وعصر البطالمة ومين؟ والرومان. تمام. تعالوا نتكلم عن العصر الفرعوني. جه واحد عندنا اسمه مانيتون السمنودي. قسم تاريخ مصر الفرعوني لكام أسرة يا أولاد؟ قسموا ل 30 أسرة حاكمة. تمام كده؟ يبقى اللي يا جماعة قسم تاريخ مصر الفرعونية والتاريخ الفرعوني ل 30 أسرة هو مانيتون السمنودي، اللي كتاباته تنتمي لكتابات المؤرخين القدماء وهي مصادر أولية. تخلي بالك بقى. طب يا مستر واحنا ندرس ال 30 أسرة كل أسرة لوحدها؟ لا، بص يا عم، المؤرخين اللي جم بعد مانيتون السمنودي بدأوا يحللوا الموضوع بشكل أدق، وبداوا يربطوا يقول لك ايه؟ العصور او الاسرات اللي فيها قوه هنحطها مع بعض، والاسرات اللي فيها ضعف هنحطها ايه؟ مع بعض. فبداوا يمسكوا يحللوا كل اسره، وبداوا يجيبوا لنا الاسر المتشابهه في القوه والاسر المتشابهه في الايه؟ في الضعف. فبقى عندي ايه يا اولاد؟ بقى عندي حاجه اسمها عصور قوه وعصور ايه؟ ضعف. بس قبل ده كله لازم تفتكر ان هم كام اسره؟ 30 اسره. تعالى يا عم، عصور القوه بتبدا بلفظ دوله، فعندي عصور القوه الدوله القديمه، وعندي الدوله الوسطى، وعندي الدوله الحديثه. جميل قوي. ما بين كل عصر قوه وعصر قوه بتحصل فترات ضعف، فعندي هنا حاجه اسمها عصر الانتقال الاول وعصر الانتقال الثاني والعصر المتاخر. حلو. طب تعال، يبقى دلوقتي مانيتون السمنودي او المؤرخين اللي جم بعد مانيتون جابوا ال 30 اسره حللوهم لعصور قوه وعصور ضعف. طب يا مستر هنا تمام كده، ايه اللي لازم اعرفه تاني؟ اللي لازم اعرفه يا شباب عندي ان العصور القديمه، تعالى كده نشوف بتبدا من كام. العصور القديمه بتبدا من الاسره 3 ل 6. طب العصور الوسطى او تعالى ناخد عصر قوه مع عصر ايه؟ ضعف. يبقى عصر الدوله القديمه من 3 لكام؟ ل 6. نبدا من 7. عصر الانتقال الاول من 7 لكام؟ ل 10. عصر الدوله الوسطى من 11 ل 12. عصر انتقال تاني من 13 ل 17. عصر دولة حديثة من 18 ل 20. وعند العصر المتأخر من 21 ل 30. فيجي حد ناصح يجي يقول لي يا مستر انت بادئ من الأسرة 3، فين اللي قبل 3؟ اللي قبل 3 يا شباب عندي حاجة اسمها العصر العتيق، وده بيسبق الايه؟ عصر الدولة القديمة، ده من 1 لكام؟ ل2. يبقى صلي على النبي يا عم. تعالى كده معايا، بص عندي عصور قوة وعندي عصور ضعف. تمام كده؟ عصور القوة قديمة وسطى حديثة، عصور ضعف انتقال أول انتقال تاني متأخر، وبيسبقهم العصر العتيق اللي هو من كام؟ من 1 ل2. هنا السؤال يجي لي ازاي يا مستر؟ تعالى كده بص يا عم، دولة قديمة من 3 ل 6 يبقى فيها كام أسرة؟ 3 4 5 6. يبقى كام أسرة عندك؟ 4 أسرات. حلو. طب عصر الدولة الوسطى 11 و12 يبقى فيها كام أسرة؟ 2.
عصر الدولة الحديثة من 18 ل 20 يبقى فيها كام أسرة؟ 3. جميل قوي. طب بص، عصر انتقال أول في كام أسرة؟ من 7 ل 10. 7 8 9 10 كام أسرة؟ 4. جميل. عصر الانتقال الثاني تمام كده من 13 ل 17 كام أسرة؟ عندك 5 اللي هو 13 14 15 16 17. بعد كده عندي العصر المتأخر من 21 ل 30 كام أسرة؟ 10 أسرات. تمام كده؟ بعد ما خلصنا تحليل الأسرات تعالى بقى هنا السؤال يجي لي ازاي؟ يجي يقول لك ايه هي أطول عصور القوة؟ أطول عصور القوة ده عصر الدولة القديمة هو أطول عصور القوة لأنه 4 أسرات. طب ايه أقل عصور القوة؟ عصر الدولة الوسطى لأنه كام أسرة؟ أسرتين. أقل عصور القوة. تمام كده؟ حلو. طب تعالى نطبق الكلام ده على عصور الضعف. ايه اقل عصور الضعف؟ اقل عصور الضعف في المده الزمنيه عصر الانتقال الاول. طب ايه اكثر او اكتر عصور الضعف عندي؟ العصر المتاخر عندي 10 اسرات. جميل قوي. طب بص كده يا عم، في حته بقى كده تركايه ناخدها في اخر الدرس ده، بيقول لك ان العصر المتاخر في عندي حاجه اسمها عصر النهضه وهو عصر الاسره 26. فخلي بالك بقى ان الاسره دي كانت بتمتاز بالقوه. تمام كده؟ فممكن يجيب لك في الاختيارات انت واخد ان اقل عصور القوه هو عصر الدوله الوسطى، ما جابلكش عصر الدوله الوسطى يبقى عصر النهضه اللي هو عصر الاسره 26. تمام كده؟ تخلي بالك من النقطه دي جامد قوي. ماشي؟ صلوا على النبي يا اولاد. بعد ما اتكلمنا عن تحليل ملامح او الاسرات تعالوا نبدا باول عصر عندي وهو العصر الايه؟ العتيق، اللي هي الاسره كام وكام؟ الاسره 1 ل 2. تعالى يا عم، العصر العتيق اشهر ملوكه وطبعا كلكم فاكرينه هو الملك مين؟ مينا، او بيطلق عليه يا جماعه نعرمر. جميل قوي. هو بقى عمل ايه؟ او اهم اعمال الملك مينا؟ قال لك ده اسس الاسره الاولى. يبقى مؤسس الاسرات عندنا هو الملك مين؟ مينا. طب ايه اهم اعماله يا اولاد؟ في الوقت ده مصر كانت منقسمه لدولتين او جزئين، وجه بحري ووجه قبلي. الوجه البحري ده يا اولاد كان يعتبر بنقول عليه في الشمال اللي هي تعتبر الدلتا، والوجه القبلي اللي هو الصعيد اللي بنقول عليها تعتبر الوادي او الجنوب. يبقى تخلي بالك من الحته دي. ماشي؟ نركز مع بعض. يبقى الراجل ده وحد بقى مصر كلها سواء وجه بحري ووجه قبلي، خلاهم في ايه؟ في دوله واحده، وعمل عاصمه اسمها منف. منف دي دلوقتي يا اولاد موجوده قريبه من محافظه الجيزه. تمام؟ فتعال اقول لك بقى لكل عاصمه سبب في اختيارها. طب قول لي يا مستر كده هو اختار منف ليه؟ قال لك لان هو اصلا كان عايش في طيبه، فلما جه يوحد البلاد فانت المفروض تكون موجود تمام كده في منتصف الدوله او موجود في جزء يخليك تقدر تربط بين الشمال وبين الجنوب. فعشان كده بنى مدينه ايه؟ بنى مدينه منف. تمام كده؟ يبقى الاسباب سياسيه وامنيه. فلما اجي اقول لك ترتبط مدينه منف او اسباب اختيار مدينه منف تقول لي باسباب يا مستر سياسيه واسباب ايه؟ امنيه، اللي هو توحيد مين؟ توحيد البلاد. يبقى اشهر ملك عندي في العصر العتيق هو الملك مين يا اولاد؟ الملك مينا. جميل قوي. تعالى كده بقى نتكلم عن ملوك العصر العتيق بقى. ما هو مش الملك مينا لوحده، لا ده في ملوك جم بعده. تعالوا يا شباب بقى نشوف سياسه ملوك العصر العتيق. ملوك العصر العتيق، العصر العتيق عايزين يربطوا بين ايه يا اولاد؟ عايزين يربطوا بص كده بين الوادي والايه؟ والدلتا عشان يحققوا الايه؟ الوحده السياسيه. يبقى الهدف هنا هدف ايه؟ هدف سياسي طبعا. يعملوا ايه؟ اول حاجه يعملوها يعملوا حاجه اسمها المصاهره.
وازدواج الألقاب. بمعنى ايه يا مستر المصاهرة؟ ان واحد من الشمال تمام كده نزل الجنوب في رحلة تجارية او ايا كان ماشي يتفسح، عجبته بنت ممكن يتجوزها ويتقدم لها عادي. واحد من الجنوب طلع الشمال عجبته بنت يتجوز هناك عادي، ايه المشكلة؟ يبقى المصاهرة اللي هو ايه يا جماعة؟ الزواج. حلو. وازدواج الألقاب بمعنى ان ملوك العصر العتيق بما فيهم الملك مينا كان بيعمل ايه؟ كانوا بياخدوا لنفسهم لقبين، لقب مثلا ملك التاجين، ملك الارضين، ودي تعتبر يا اولاد تمام كده طريقه او اسلوب اجتماعي. يبقى اول اسلوب اتخذه ملوك العصر العتيق هو اسلوب اجتماعي اللي هي المصاهره وازدواج الايه؟ الالقاب. طب اتنين يا مستر، اتنين عندي يا اولاد حاجه اسمها نركز مع بعض فيها اللي هو الاهتمام بالاعياد الدينيه. قال لك ايه؟ لما يكون في عيد مصر كلها تحتفل بيه، سواء عيد موجود في الشمال او عيد موجود في الجنوب، اللي هي الاعياد الدينيه اللي خاصه بالالهه. وقبل كده قلنا ان المشهور او المعبود المشهور في عصر الدوله القديمه كان المعبود رع. تمام كده؟ وخلي بالك بقى معايا يا باشا ونكمل. يبقى دلوقتي لما اجي اقول لك ايه؟ ان ملوك العصر العتيق كانوا عايزين يحققوا اهداف سياسيه. طب هيحققوا الاهداف السياسيه عن طريق حاجتين، حاجه اجتماعيه اللي هي المصاهره وازدواج الالقاب، الحاجه الثانيه ان هم يهتموا بالاعياد الدينيه في جميع انحاء الايه؟ البلاد. يبقى سياسه اجتماعيه وسياسه دينيه لتحقيق اهداف ايه؟ سياسيه. جميل. بص يا شباب تعالى بقى كده، ايه اهم خصائص العصر العتيق؟ الخصائص بتاعته يا اولاد ان طبيعي هيعملوا او هيوحدوا البلاد، فهيعملوا اول حاجه اسمها حكومه مركزيه مقرها مدينه مين؟ منف. يعملوا بقى حكومه قويه تمام كده، حاكم واحد هو اللي بيسيطر على جميع الاقاليم. يبقى ده رقم واحد، حكومه مركزيه. ودي يا اولاد ناحيه اداريه، ان البلد كلها تخضع لايه؟ لحاكم واحد. اتنين، يأمنوا تأمين حدود البلاد. ورقم 3 عندي هو ايه بقى؟ ان مصر كانت دولة في الوقت ده مستقلة. جميل جدا. يبقى دلوقتي ايه سمات العصر العتيق؟ اول واحدة تاريخية طبعا، او مش للأسف هي تاني واحدة تاريخية، لأن أول واحدة تاريخية كان على إيد حكام الدلتا سنة 4242 واللي فشلت، وبعدها جت وحدة الملك مينا. يبقى وحدة الملك مينا هي الوحدة الثانية عندك في المنهج بعد وحدة حكام مين؟ الدلتا. تركز بقى معايا يا حبيب قلبي ونخلي بالنا مع بعض. بعد كده يجي أول عصر قوة عندي وهو عصر الدولة القديمة، اللي هو من كام؟ من 3 ل 6، اللي هو أطول عصور القوة. جميل. إيه اللي مشهور فيه يا مستر؟ أو إيه الملوك اللي مشهورين فيه؟ بص يا عم، الملوك المشهورين فيه ممكن أقول لك سنفرو، زوسر، تمام كده؟ عندك مثلا الملك خوفو، عندك الملك خفرع، تمام كده؟ دي أشهر الملوك، بس هو مش مديها لي، بس أنا بفكرك بس. تعالوا بقى نشوف سمات عصر الدولة القديمة. سمات عصر الدولة القديمة، بص يا عم خدها قاعدة، أي عصر قوة اللي هو عصر دولة قديمة وسطى حديثة، العصور دي قال لك إن لازم يكون عندي حكومة قوية عشان تقدر تسيطر على جميع أنحاء الإيه؟ البلاد. يبقى دي يا جماعة ممكن نقول عليها مهمة إدارية. يبقى أول حاجة حكومة قوية تدل على القوة الإدارية أو التنظيمية. جميل قوي. 2، طالما عندي حكومة قوية هيبقى عندي أمن وأمان. حلو. وطالما عندي أمن وأمان هيبقى في استقرار اللي اتكلم عنه مين؟ ويل ديورانت. وقلنا إن الأمن والأمان برضه بيتشابه معاه حاجة اسمها الحدود الطبيعية، وبرضه اللي بيتشابه مع رأي ويل ديورانت هو كفاح مين؟ كفاح الإنسان. يبقى عندك أمن وأمان بيدفعك للاستقرار. خلي بالك من النقطة دي. يبقى عصور القوة كلها بتتماشى مع رأي مين؟ مع رأي ويل ديورانت، لأنها كان فيها أمن وأمان. جميل قوي. بص يا عم، بعد كده قال لك إيه؟ قال لك إن أهم سمة بقى كانت بتميز عصر الدولة القديمة هو عصر بناء الأهرامات أو بناة الأهرام. وخد بالك بقى إن
بناء الاهرامات دليل على زياده الموارد الاقتصاديه. يبقى تخلي بالك ان الدوله القديمه تمتعت بحاجتين مهمين: حكومه قويه قادره تدير البلاد بشكل كويس، 2 عندها موارد كتير جدا، ماشي، والموارد الجديده دي ادت الى بناء الايه؟ بناء الاهرامات. طب بص يا عم، هي حته مش موجوده عندك بس قال لك ان انتهت عصر الدوله القديمه باول ثوره اجتماعيه. يعني ايه اجتماعيه؟ يعني ثوره شعبيه. الشعب عمل ثوره بسبب الظلم اللي حصل في اواخر عصر الدوله القديمه، وخصوصا عهد الملك بيبي الايه؟ الثاني. والثوره دي هنتكلم عنها بالتفصيل في درس الحياه السياسيه. المهم ركز معايا كده. بعد كده بص يا اولاد، دلوقتي هشرح حاجه اسمها عصر الانتقال الاول، اللي هو اول عصر ضعف عندي وهو اقل عصور الضعف. تمام كده؟ بص انا عايز قبل ما اشرح لك عصور الضعف لازم اقول لك حاجه معينه وتخلي بالك منها لانها مشتركه في كل عصور الايه؟ الضعف. ايه هي بقى يا مستر؟ بص يا عم، اي دوله بيبقى عندها سلطتين: سلطه مركزيه وسلطه محليه. افهم بس معايا كده عشان تبقى واخد بالك. السلطه المركزيه اللي هو الملك والحكومه بتاعته، جميل قوي. والسلطه المحليه اللي هم حكام الاقاليم. بص يعني العلاقه هنا علاقه عكسيه. علاقه عكسيه ازاي يعني؟ مش فاهم يا مستر. يعني بص، لو الملك هنا قوي اللي هي الحكومه المركزيه قويه، يبقى حاكم الاقليم هلفوت ضعيف. لكن لو الملك هلفوت يبقى حاكم الاقليم هيغلب الايه؟ الملك. يبقى سلطته هتبقى اعلى من الملك، هيرفض حاجات كتير جدا وممكن يستقل بالاقليم بتاعه عادي جدا. يبقى هنا يا جماعه العلاقه علاقه عكسيه بين الحكومه المركزيه والحكومه المحليه اللي هو الملك وحكام الاقاليم. ملك قوي محدش من حكام الاقاليم هيتكلم، لكن لو الملك هلفوت تمام كده، الملك ملوش اي ريحه الطالب، ملك ضعيف تمام كده، هتلاقي حاكم الاقليم اللي هي السلطه المحليه سلطه قوي، ماشي. وده عامل مشترك بين كل عصور الايه؟ الضعف. تعالوا بقى نبدا بعصر الانتقال الاول اللي هو من الاسره كام يا مستر؟ من اسره 7 للاسره كام؟ 10. ايه اهم السمات بقى؟ قال لك اول حاجه انت خدتها، الملك ضعيف فمش قادر يسيطر على حكم الايه؟ البلاد، ده رقم 1. 2 قلت لك طالما الحاكم عندك ضعيف يبقى عندك، او الملك عندك ضعيف، يبقى حاكم الاقليم او حكام الاقاليم نفوذهم اللي بتحصل بتزيد وبيتخانقوا مع بعض، بيحصل تصارع على ايه؟ الحكم. التصارع ده بقول عليه يا اولاد؟ بقول عليه اطماع. ايوه بالظبط كده، شخصيه او مصالح شخصيه. جميل قوي. يبقى يا جماعه عندي في عصر الانتقال الاول ملك ضعيف، يبقى حاكم الاقليم نفوذه بتزيد، يبقى قوي، ما هو شايف ان الملك ضعيف اصلا، تمام كده. بالاضافه ان هم بيتصارعوا على الحكم، مين اللي يمسك حكم الايه؟ البلاد. فدي تعتبر اطماع شخصيه. جميل قوي. بص يا عم، ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل هنا ان ما بقاش في قوانين، فمش هيبقى في استقرار وعدم امان. فكلما زاد اهمال القوانين قل الامن والامان، وكلما زاد احترام القوانين زاد الامن والامان. فتخلي بالك من النقطه دي لانها نقطه مهمه. المهم بعد الحوار ده يجي عندي حاجه اسمها عصر الدوله الايه؟ عصر الدوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الدوله الوسطى، وهو تاني عصور الايه؟ القوه عندي. خلي بالك يعني عصر الدوله الوسطى يا جماعه عندي من الاسره كام؟ من الاسره 11 ل 12. مين اهم ملوكه؟ اهم ملوكه يا اولاد عندي ملك مهم جدا، هو الملك مين؟ منتحتب الثاني. تعال نشوف منتحتب الثاني ده عمل ايه في الفتره بتاعته. بص يا عم، اول حاجه توحيد البلاد، وخد بالك دي الوحده رقم
3 بعد وحدة الحكام الدلتا وبعد وحدة الملك مينا. تمام كده. جه مين من تحتب الثاني احد ملوك الدولة الوسطى يوحد البلاد واتخذ عاصمة اسمها عاصمة ايه يا اولاد؟ طيبة. عاصمة لايه؟ عاصمة للبلاد. يبقى بتتشابه مدينة طيبة ومدينة منف في اسباب الاختيار، وهي اسباب سياسية. يتشابه الملك مينا في اعماله مع الملك منتحتب الايه؟ الثاني. ماشي. 2. بصوا بقى، احنا حصل عندنا فوضى واضطرابات في عصر الانتقال الايه؟ الاول. ده كان بسبب ان الحاكم ضعيف. تمام كده. فحاكم الاقليم ما بيسمعش كلام الملك، فبيبدا ايه؟ يطلع او يبداوا يتخانقوا مع بعض عشان يسيطروا على حكم البلاد. هنا منتحتب الثاني قلع الجزمه وبدا يدي حكام الاقاليم على دماغهم. تمام كده. يبقى عمل ايه يا اولاد؟ اخضاع حكام الاقاليم. اذا انت اتضح لك دلوقتي يا باشا ان اي عصر قوه ملك قوي يبقى حاكم اقليم ايه؟ ضعيف. لكن اي عصر ضعف ملك هلفوت حاكم اقليم ايه؟ قوي. تمام كده. فتخلي بالك من النقطه دي. بص يا عم، يبقى عندي اخضاع حكام الاقاليم واضعاف نفوذ كبار الموظفين اللي هم برضه حكام الاقاليم والناس اللي ايه؟ المهمه في الدوله اللي بيقبلوا رشاوي وبيعملوا فساد والكلام ده كله. ماشي يا عم. طب بصوا بقى، تاني ملك عندي هو الملك مين يا اولاد؟ أمنمحات الاول. بصوا بقى، أمنمحات الاول ده مؤسس الاسره ال 12. مؤسس الاسره الكام؟ ال 12. وخدت مؤسس الاسره الاولى كان الملك مين؟ كان الملك مينا. تمام كده. خلي بالك يا باشا، الراجل ده اهم اعماله قال لك هنقل العاصمه منين اللي فين؟ قال لك من طيبه لايه؟ أست تاوي. بص يا عم، اي عاصمه عندك، اي عاصمه في الدنيا بتتاخد لسبب سياسي، وممكن يكون في سبب جنبه كمان. ايه هو؟ هنا بيقول لك ان الملك أمنمحات الاول قال لك ان هو خد أستاوي عشان تكون عاصمه للبلاد هي موجوده في منطقه خصبه هيستخدمها في مشاريع التوسع الزراعي، يبقى لها اهميه ايه؟ اقتصاديه. فلما يجي في الامتحان يجي يقول لك أستاوي كان لها اهميه ايه؟ تقول له اهميه سياسيه وايه؟ واقتصاديه. طب ما جابلكش سياسيه تبقى ايه؟ اقتصاديه. تمام كده يا شباب. المهم تعالى كده، بعد كده عندك في ملكين، الملك سنسرت الثالث وعندك الملك مين؟ أمنمحات الثالث، ودول اصلا موجودين معانا او مكملين معانا في الدروس الجايه. طب الاثنين قال لك ان الاثنين عصرهم كان في رخاء، يعني في خير كتير جدا، وفي امن طمأنينه يعني. ماشي. يبقى رخاء وامن. واهتموا بتشييد الكثير من المباني. تمام كده. والاهتمام بالزراعه. يبقى خد بالك ان ملوك الدوله الوسطى بيتشابهوا مع ملوك الدوله القديمه في الاهتمام بالمباني او العمران عموما والاهتمام بالايه؟ بالزراعه. نلاحظ دلوقتي ان معظم ملوك العصر الدوله الوسطى اهتموا بالزراعه والمشاريع، فعرف العصر الدوله الوسطى بعصر الرخاء الايه؟ الاقتصادي. تمام كده. لكن عصر الدوله القديمه عرف بايه يا اولاد؟ بعصر بناة الاهرامات. جميل قوي. تعالوا بقى نكمل. بعد كده يجي عندي تاني عصر وهو عصر الانتقال الثاني من الاسره كام لكام؟ من 13 ل 17. جميل قوي. انت المفروض انا مديك معلومات ثابته عندك قبل ما ابدا عصور الضعف، وهو ايه؟ قال لك طبيعي هيحصل ايه؟ هيحصل صراع حاكم ضعيف او ملك ضعيف. 2 يبقى عندي مين؟ حاكم اقليم. حاكم الاقليم ده ايه؟ قال لك بيتخانقوا، صراع على الحكم. طب الصراع الى الحكم يحصل ايه يا اولاد؟ يحصل اول احتلال اجنبي لمصر من ناحيه الشمال الايه؟ الشرقي. مين هم مستر؟ الهكسوس. تخلي بالك
وورقه وقلم كده ان الشبه بين عصر الانتقال الاول والثاني ضعف الملوك تمام كده والحكام وزياده نفوذ حكام الاقاليم اللي هي السلطه المحليه. تخلي بالك من النقطه دي. بس اول اختلاف هنا ان في عصر الانتقال الاول ما حصلش احتلال اجنبي او ما حصلش غزو خارجي، لكن في عصر الانتقال الثاني بدا يظهر عندي غزو او احتلال من جهه الشمال الشرقي عن طريق مين يا اولاد؟ الهكسوس. تمام كده. تعالوا بقى نشوف هم الهكسوس اصلا دول جايين منين. قال لك ان الهكسوس دول قبائل رعويه جت من مين؟ جت من وسط اسيا عن طريق شبه جزيره سيناء، يبقى من الجهه الشماليه الايه؟ الشرقيه. اول ما دخلوا الهكسوس اتخذوا عاصمه اسمها اواريس، دي يعتبر في الشرقيه دلوقتي ماشي. فكده اواريس ارتبطت تمام كده بالاحتلال بالغزو الخارجي بعصر الانتقال الثاني بذكريات أليمة مع المصريين. المهم تعالى كده نشوف مين اللي نجح طبعا في طرد الهكسوس. قال لك يجي احد ملوك طيبة اللي هم في الجنوب وهو الملك مين؟ احمس. هي حكاية بسيطة كده تخلي بالك معايا فيها، صلى على النبي يا عم. بص تعالى بقى نشوف حكاية طرد الهكسوس من مصر. بصوا يا شباب، طرد الهكسوس من مصر ظهر عندي تمام كده ملوك تمام كده من مدينه طيبه اللي هي في الجنوب. تمام. كان في اسره كده عايشه في تبات ونبات، راجل بيحب مراته اللي هو مين؟ سقنن رع، متجوز واحده اسمها اياحتب، بس كانت ست قادره شويه. اول ما شافت الهكسوس دخلوا مصر قالت له والله عيب يا راجل، ازاي يكون بلدك محتله تمام كده وبيسيئوا معامله المصريين وتكون قاعد جنب زي النطع كده؟ قوم حرر البلاد يلا بسرعه وتعالى مجهزه لك العشاء. المهم الراجل يا عيني راح تمام كده. للاسف اوعى تسمع كلام النساء تمام كده ماشي. فخلي بالك بقى يا عم. بص كده، لما راح تمام كده اتقتل مين؟ سقنن رع. بس الست دي كانت ايه؟ مخلفه اتنين، واحد اسمه كاموس واحد اسمه ايه؟ احمس. فكاموس كده كبر شويه وشد حيله، قالت له بص يا واد، انا مش هقعد لك في البلد دي او مش هقعد لكم في البيت تمام كده وتبقوا عيال لو ما جبتوش حق ابوكم. فجي كاموس راح يمين؟ راح يحارب عشان يجيب حق ابوه يطرد مين؟ الهكسوس. للاسف ايه اللي حصل؟ اتقتل مين؟ كاموس. حلو. يجي مين بقى؟ اخر العنقود ايه؟ احمس. تقول له بص لازم تكمل مسيره مين؟ ابوك تمام كده واخوك، ما ينفعش والله ما قعدلك في البيت الا لما تجيب ايه؟ حقهم تمام كده. فيجي احمس ويطرد مين؟ الهكسوس. اذا كده يا اولاد طيبه لها دور عسكري تمام كده في نهايه عصر الانتقال الايه؟ الثاني. تعالوا بقى يا اولاد ننتقل لبدايه عصر الدوله الحديثه اللي هو من كام لكام؟ من 18 ل 20. بصوا يا اولاد، في الوقت ده بدات مصر تعمل حاجه مختلفه. ايه هي الحاجه المختلفه يا مستر؟ يكونوا جيش قوي. طب الجيش ده هدفه ايه يا مستر؟ هدفه حاجتين يا اولاد. اول حاجه حمايه مين؟ حمايه الدوله، اللي هو حمايه الامن الايه؟ القومي بتاع الدوله ماشي. اتنين، يتوسع، يعملوا امبراطوريه. وكلمه امبراطوريه ان هم يعملوا دوله كبيره يتوسعوا خارج ارضهم ماشي. يبقى تخلي بالك هنا طالما في جيش قوي يبقى هيبقى في معارك، صح كده؟ فاطلق على عصر الدوله الحديثه عصر المجد الايه؟ الحربي. فعندك الدوله القديمه عصر بناة الاهرام، عصر الدوله الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي، عصر الدوله الحديثه هو عصر المجد الايه؟ الحربي. جميل قوي، صلوا على النبي. تعالوا بقى نتفق او نتكلم عن بعض الملوك، وهو اول ملك عندي مين؟ احمس. احمس له اعمال مثل طرد الهكسوس. قال لك وتوسع او اتجه الى الجنوب، لقى في شويه قلق فنزل الى الجنوب. بص بقى، يقضي على القلق والايه؟ والفوضى اللي حصل تمام كده. يجي بعد كده تعالوا يا اولاد نتكلم عن الملكه حتشبسوت. تمام. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الستات ما لهمش في الحرب، اخرهم المطبخ اقصد. المهم
تعالى كده نتكلم عن الملكه حتشبسوت. الملكه حتشبسوت قالت لك والله انا مش بتاعت حرب، امال بتاعت ايه؟ قالت لك هبعت رحلات تجاريه، هتعمل شوبينج. شوبينج بيحبوا يتسوقوا كتير، تمام كده؟ طب هتعملي شوبينج فين يا باشا؟ قالت لك والله هعمل شوبينج او هبعت رحلات تجاريه الى بلاد ايه؟ بونت، اللي هي السوق الصومال، اللي هي تعتبر شرق افريقيا او جنوب مين؟ مصر. المهم يجي بعد كده الملك مين؟ الملك تحتمس الثالث. تحتمس الثالث بقى يا اولاد نركز معاه كده شويه، صلى على النبي. قال لك ان تحتمس الثالث ده اول واحد يعمل امبراطوريه، تمام كده؟ وكانت موجوده في قاره مين؟ اسيا. حلو، ده رقم واحد. قال لك انتصر في معركه اسمها معركه ايه؟ مجدو. ضد مين؟ ضد امراء سوريا بقياده واحد اسمه امير مين؟ قادش، تمام كده؟ واستطاع الانتصار عليهم، تمام كده؟ يبقى الراجل ده ممكن اخده كقدوه صالحه لو اقول لك يمكن دراسه انتصار او اعمال الملك تحتمس الثالث من خلال ايه؟ ابراز القدوه الصالحه. يبقى اول حاجه عمل امبراطوريه، يعني وسع حدود البلاد، خد بالك، وقد معركه مجدو ضد مين؟ ضد امراء سوريا بقياده امير مين؟ قادش، تمام كده؟ وخد بالك كده ان مصر كانت الامبراطوريه بتاعتها فين؟ في الشمال الشرقي في قاره مين؟ اسيا. حلو قوي. تعال نكمل بقى. يجي بعد كده الملك اخناتون او امنحتب مين؟ الرابع. الملك ده من ملوك الدوله ايه يا اولاد؟ الحديثه. جميل قوي يا مستر. الراجل ده قال لك ايه؟ برضه انا ولا بتاع سياسه ولا بتاع حرب ولا الكلام ده كله، انا راجل شيخ. شيخ هتعمل ايه يا عم؟ قال لك انا راجل بتاع دين، انا هعمل اول ثوره دينيه. قلت له ثوره دينيه ليه يا عم؟ قال لك بصوا انا مش عايز حاجه اسمها ايه؟ تعدد معبودات، كل واحد بيعبد له معبود. ما تبطلوا بقى الشغل القرف اللي انتوا بتعملوه ده. المهم بدأ يعمل حاجه اسمها الدعوه الى عباده الاله آتون. يبقى ساب امور الحرب والسياسه وبدأ يتجه لامور الايه؟ الدين، تمام كده؟ ودعا الى عباده الاله ايه؟ آتون. لكن للاسف الثوره دي، اي ثوره بينتج عنها ايه يا اولاد؟ بينتج عنها عدم استقرار وفوضى، فتخش البلاد في مرحله فوضى وعدم استقرار. فهي الملك اللي بعده مين؟ الملك اللي بعده، تمام كده؟ اللي هو الملك مين؟ حور محب. ويبدا يعمل ايه حور محب؟ يبدا يحط قوانين للحفاظ على الاستقرار والامن والايه؟ والامن والامان. فخلي بالك ان حور محب عندي دلوقتي هو اللي قضى على الثوره الدينيه في عهد الملك مين؟ في عهد الملك اخناتون. فهاجي اقول لك ان هنا حور محب معاه سلطه ايه؟ معاه سلطه طبعا تنفيذيه، لان هو الايه؟ هو الحاكم، بالاضافه لسلطه تشريعيه، يعني لانه حط قوانين. يبقى في هنا علاقه بين القوانين والاستقرار والامن. كلما زادت القوانين قل الاضطراب والامن. يبقى هنا علاقه عكسيه. جميل قوي. بص يا شباب، تعالوا نتكلم بعد كده عن الملك مين؟ رمسيس الايه؟ الثاني. والملك رمسيس الثاني برضه من اهم ملوك مصر. عمل ايه يعني؟ قال لك الملك رمسيس الثاني قاد معركه قادش ضد مين يا اولاد؟ الحيثيين. الحيثيين دول قبائل تسكن فلسطين، يعني في قاره مين؟ في قاره اسيا. اذا معظم الحروب اللي انت خدتها كانت برضه في قاره مين؟ في قاره اسيا، تمام كده؟ بالاضافه لايه؟ بالاضافه ان بعد، تمام كده، هم التقوا في معاهده قادش الحيثيين، تمام كده؟ ورمسيس الثاني المعاهده او الحرب انتصرت او خلصت بتعادل. فعملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها معاهده سلام، ودي كانت اول معاهده سلام في التاريخ. فدلوقتي الملك رمسيس الثاني بنقول عليه ملك الحرب والسلام. عمل حرب ضد الحيثيين اسمها معركه قادش، وقاد اول معاهده ايه؟ اول معاهده ايه؟ سلام. ماشي. تعال بقى نتكلم عن خصائص الدوله الحديثه
تقول لي يا مستر حصل فيها اول ثوره دينيه توحيد. تمام. 2 القيام بنشاط تجاري واسع على ايد الملكه حتشبسوت. تمام كده. قيام امبراطوريه وخوض حروب عظيمه زي الملك تحتمس الثالث والملك رمسيس الثاني. بعد كده يبدا ينتهي عصر الدوله الحديثه ويسقط، ويبدا عندي دوله جديده، وهو ايه بقى؟ نبدا يا ولاد عندي بحاجه اسمها عصر او العصر المتاخر. والعصر المتاخر هو اخر الاسرات او اخر العصور الفرعونيه. تمام كده، من 21 ل 30. وقلت لك ان ده اطول عصور الضعف. اللي ممكن يحصل فيها مستر برضه انت متعود بيحصل نزاعات تمام كده وصراعات بين حكام الاقاليم لان الملك ضعيف. تمام كده. مصر خسرت كل ممتلكاتها في الخارج، يعني ما كانش او الممتلكات اللي كانت ليها في اسيا ضاعت كلها. تمام كده. ايه اللي حصل بقى؟ بدأ يحصل احتلال اجنبي لمصر، واول احتلال اجنبي لمصر كان الاحتلال الفارسي. والاحتلال الفارسي كان جاي من جهه ايه يا اولاد؟ الشام. طب صلى على النبي. اول احتلال جالك كان جالك في عصر الانتقال الثاني اللي هو من خلال مين؟ الهكسوس، من خلال قاره مين؟ اسيا. يبقى اول احتلال في العصر المتاخر كان من بلاد فارس اللي هو شرق مين؟ شرق مصر، او يعتبر في القاره الاسيويه. ثم وقعت البلاد في يد مين؟ الاحتلال اليوناني اللي هو يعتبر احتلال نوعه احتلال غربي، جه من شمال مين؟ شمال مصر عن طريق مين؟ البحر المتوسط. تمام كده. خلي بالك بقى، قلت لك حاجه هنا مهمه، ان ظهر عندي حاجه اسمها عصر النهضه. يعني ايه يا مستر عصر النهضه؟ عصر النهضه ده عصر الاسره 26، كان يعتبر فتره تميزت ببعض القوه على ايد الملك مين؟ على ايد الملك ابسماتيك الاول وابنه نخاو مين؟ نخاو الثاني. تمام كده. حاجه اقول لك، هل العصر المتاخر كان كله عصر ضعف؟ تقول لي لا يا مستر، قال لك ان كان في عصر قوه وهو عصر النهضه. عصر الاسره كام؟ 26، وهي اسره واحده في عهد الملك ابسماتيك وابنه نخاو مين؟ الثاني. ماشي. بص يا عم، تعالى كده من خلال بعض تمام كده الملامح نقدر نطلع بعض خصائص الحضاره المصريه. صلى على النبي يا اولاد. اول خاصيه خالص ان مصر كانت تتواصل مع الحضارات المجاوره. تمام كده. ما كانتش عايشه معزوله، لا ده كان في تاثير وتاثر عن طريق الموقع الجغرافي، وقوعها على بحرين، بحر احمر وبحر متوسط، وعندك بالاضافه لنهر مين؟ لنهر النيل. يبقى التواصل مع الاخرين. ثم القدم، مصر من اقدم الحضارات. تمام كده. يعتبر من اعرق واقدم الحضارات اللي ظهرت على مر التاريخ. بالاضافه لايه بقى؟ الى التقدم يعني ايه يا مستر بقى؟ التقدم في حاجات كتير جدا. ممكن اقول لك التحنيط، تقدمهم في الطب. ممكن اقول لك ممكن اقول لك برضه صناعه ورق البرد. المصريين بس هم اللي كانوا بيحولوا نبات البرد من نبات الى ورق. ممكن اقول لك صناعه الزجاج. تمام كده. دي كلها تدل على تقدم المصريين. بالاضافه لحاجه اسمها الاصاله، لان الحضاره المصريه ولا امد على كفاح المصري نفسه، على جهود المصري نفسه. فلما اجي اقول لك اي عمل فيه دور للمصريين تيجي تقول لي يا مستر اصاله. بالاضافه لايه بقى؟ للاستمراريه. قعدت 7000 سنه دون انقطاع، ما حصلش فتره وقالت لا ده انا هكسل، لا ده فضلت 7000 سنه. لان الملك منتون السمنودي او المؤرخ منتون السمنودي عمل ايه؟ قسم تاريخ مصر ل 30 اسره. ده يدل على الاستمراريه، ان تاريخ مصر كان طويل. ثم عندي حاجه اخيره وهي التدين يا جماعه، ان مصر من اقدم الشعوب اللي عرفت الدين والتوحيد على يد الملك مين؟ اخناتون. طب يبقى كده خلصنا درسنا النهارده اللي هو ملامح من تاريخ مصر الفرعونيه. بالاضافه ان في جزء تاني هينزل لك تكمله للدرس ده، انا بذكر لك فيه او بقول لك فيه كل الحاجات اللي حصلت في العصور على مر المنهج. ماشي. وافتكر ولازم خلي بالك بقى ان لازم تتعب معانا شويه، ولازم تتعب عموما في الفتره الجايه عشان ربنا يكرمك. وافتكر وما تنساش، وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يراه.